يا مساء الفل على احلى اخوات في الدنيا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. احنا النهارده دلوقتي كده هنعمل محشي بالكوارع. يعني اكله كده، بصوا، تحفه من الاخر. بصوا اصلا شكل المحشي كان عامل ازاي مع الكوارع، تحفه. والله العظيم كلمه تحفه دي قليله عليه. يلا بقى تعالي قومي بقى كسلي كده واشتغلي كده، وهنشوف هنعمل ايه مع بعضينا. صدقوا هتاكلوا احلى محشي كلتوه في الدنيا. سيبكوا بقى من فتة الكوارع، مش عارف ايه الفتة التقليدية دي اللي احنا بنعملها على طول. احنا عايزين نغير. انا عملت معاكم قبل كده طاجن كوارع بالورق العنب، فانا النهاردة قررت ان انا اعمل محشي مشكل. بصوا، احنا النهاردة ابدعنا خالص. الصراحة كان شكله تحفة وطعمه احلى من كلمة تحفة دي كمان. البطاطس دي انا كنت حاطاها في قاع الصينية وطعمها جميل بردك، انا بحب اكلها كده معاها، بقى طعمها حلو جدا. يلا بقى شوفي هتعملي كوبايه شاي بتاعتك، كوبايه القهوه بتاعتك، وقومي اشتغلي كده وما تكسليش. انا هعمل كوبايه القهوه زي معلش كوبايه الشاي بتاعتي. انا بحب يعني بعد ما افطر بشرب الشاي بتاع الشاي الاخضر ده، شاي الرجيم. عادي يعني بنحب نشربه كده وخلاص. هنشرب بقى الشاي وهنشتغل على طول. انا بقى محضره الحاجه وهشتغل على طول يعني. هيبقى الشغل سهل ان شاء الله. على قد ما المحشي بيبقى متعب، بس والله العظيم يعني انا اول مره النهارده اعمل محشي. بجد كانت يعني زي ما بيقولوا كده قرفته سهله جدا. اليوم كان جميل. اهو انا هسيب بقى هنا الشاي شويه كده لما ينزل الحاجه اللي فيه، وبعد كده لما يبرد هشربه. بصوا بقى، احنا بنغسل الكوارع طبعا كلنا عارفين بنغسلها ازاي. انا كنت نقعها من ساعه ما صحيت. غسلتها كويس، نقعتها بخل وملح ودقيق وليمونه. تمام، غسلتها بقى كويس من الزفارة. طبعا احنا جبنا ورق العنب ده مجفف، بيبقى حلو بردك. هنجيب بقى حلة على النار، ويلا نسمي بسم الله كده ونشتغل مع بعضينا. الحلة طبعا سخنة جدا، انتوا لو سمعتوا صوت الطشة هتتخضوا. الحلة كانت سخنة او ما نزلت الكوارع فيها، بصوا يعني عملت صوت غريب. هنزل بقى هنا بواحدة طماطم، واحدة بصل، واحدة جزر، واحدة فلفل. اي منكهات عندك حابة تحطيها حطيها. انا كنت هنا نسيت ايه، نسيت ورق اللورا والحبان، بس عامه الشوربه كانت حلوه برضك. هنزل بملح بفلفل، بس ملح لا، ملح بعد ما تستوي. تمام، عشان الملح مش بيسوي الحاجه كويس. هنزل بقى عليها بالميه كده وهسيبها بقى تغلي وتعيش مع نفسها لحد ما احنا نعمل التسبيكه بتاعت المحشي. خلاص كده خلصنا من الكوارع دي كده اول حاجه. تمام، نجيب بقى حاجه تاني كده نشتغل فيها. انا بحب اعمل المحشي بالليه والزيت. هسيبها كده تسيح مع نفسها، وبعد كده هقطع واحدة بصلاية كبيرة والتلات قرون فلفل حراقين. هو كان فعلا كان حراق جدا، بس كان طعمه جميل. هنزل بقى عليهم. هفضل بقى اشوح في البصل شوية، وبعد كده هنزل عليهم بمعلقتين طماطم. اهو هنزل هنا برشة فلفل اسود وبرشة ملح. انا بحب احط قبل وبعد، بس مش بكتر الملح قبل عامة. اهو هفضل بقى اقلب كده لحد ما البصلايه تتشوح معايا، وبعد كده بقى هنزل بمعلقتين صلصه. صح، وهكلمكم في موضوع بمناسبه اللايكات. يعني انا ما شاء الله بشوف مشاهدات كويس، يعني في مشاهدات بتخش، بس الناس بتستخسر تحط اللايك، مش فاهمه ليه. بجد والله. على فكره زر اللايك ما بيكهربش والله. يا جدعان لو عجبكم الفيديو حطوا لي لايك واشتركوا في القناه. اهو هنزل بقى معلقتين الصلصه وهفضل اشوح فيهم شويه كده. وبعد كده بقى هنزل بالطماطم. انا كنت عصرة شفشق طماطم.
هنزل بيه كده على الصلصة، وبعد كده بقى هظبط التوابل بتاعتها كلها اهو. هسيبها بقى تسبك مع نفسها، وبرضك هنشوف هنعمل ايه تاني. اهي كده اتسبكت خلاص، التسبيكه اتسبكت. هنزل بقى، انا بحب احط معلقه نعناع كده، وهظبط بقى التوابل واحط لها شوربه. ده فلفل اسود، يا رب يكون حاطين لايك بقى، عشان أنا بدات اشحت اللايكات الصراحه. بصوا، في ناس ما بتعرفش ان التسبيكه صح اتسبكت ازاي. لما تلاقوا الزيت اللي احنا حاطينه عام على وش الطماطم كده، خلاص التسبيكه بتاعته اتسبكت. عشان في بنات كتير لسه صغيرين، يعني لسه متجوزين وكده، فمش يعني ما يفهموش الحته دي. انا هنا بقى نزلت بالخضره بتاعتي، انا غسلاها كويس ومصفياها. هنزل بقى عليها على الصلصه دي كده، وهفضل بقى اقلب. وبعد كده بقى هنزل بكميه الرز اللي عندي اللي انا غسلاها ومصفياها برضك اهو. كده خلاص خلصنا من الكوارع، وخلصنا من التسبيكه بتاعت المحشي. نخش بقى في ورق العنب. انا بحب اعمله، احط فيه ميه على النار وفيها ليمونه كده اقطعها شرايح، وانزل فيها الورق. ولا ايه اللي انا بقوله ده؟ هنا كان محدش ياخد باله، محدش يدق عليا وانا بتكلم. نزلت بورق العنب عشان ريحه المحلول اللي هو بيبقى فيه ريحته مش حلوه، فانا بحب اعمله كده يعني اكن لسه جايبه طازه. هنا بقى هنعمل ايه بقى؟ التسبيكه بتاعت الكوارع، بس الفيديو اتمسح. فاهمين الحته دي؟ المقطع ده اتمسح، مش عارفه اتمسح ليه. هنا بقى هجيب معلقه توم، عليها معلقه سمنه او زيت او زبده اللي يريحك، وهنزل باربع معالق او 5 معالق من الصلصه البطرمانات العلب مش طماطم، وعليها معلقه ملح وفلفل اسود ومعلقه كزبره. تمام. هنزل بقى بالكوارع اللي عندي كلها اللي استوت، هنزل بيها في الصلصة دي كده زي ما انتوا شايفين. انا خلصت كده الكوارع كلها، هديها بقى تقليبتين كده واسيبها كده تاخد غلوة مع الصلصة دي على النار، يعني تشرب من بعض كده كوارع من الصلصة، وانتوا فاهمين بقى. هجيب بقى هنا حلة، هحشي فيها. قطعت طماطم على بصل على واحدة بطاطس، وحطيتها كده في قعر إيه؟ في قاع الحلة، وحشيت المحشي. عملت هنا حلة محشي مشكل، والحلة التانية ورق العنب. تمام. زي اللي انا عملته في الحلة دي عملته في الحلة دي، وكان هو ده كان شكله بعد ما المحشي استوى. بصوا شكله تحفة، وربنا وربنا انا جعت.
يلا بقى حطيلي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس كده عشان الفيديو يترفع، عشان القناة تتشاف. يا رب تكون الفيديو عجبكم واكون ضيفة خفيفة على قلبكم، بحبكم في الله. مع السلامة.